السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي النهاردة معنا فيديو عندنا كيلو من السمك بلطي اهو يا حبايبي، ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنشوف كده يا حبايبي، ممكن نشويه وممكن نقليه، بس انا عندي اولادي بيميلوا اكتر للمشوي. ده كيلو ونص يا حبايبي قدام حضراتكم، 5 مشاط. هنشوفها، هنركنهم دلوقتي ونشوف هنعمل فيهم ايه. وتعالوا بقى ايه، حبة المواعين دول هنغسلهم وبعدين نرجع نشوف نعمل. حبايبي ايه، نضفت السمك يا حبايبي، ال3 مشاط دول نضفتهم للجلية. ماشي، ادي بطن السمكة قدام حضراتكم ان شاء الله اللهم بارك زي الفل. وجيت بالسكينة كده ورحت عامله الفتحات دي بالورب كده من ناحيتين، والمشتين دول هشويهم. ماشي يا حبايبي، يبقى دول هينقلوا بس مش النهارده، هحطهم في كيس واحطهم في التلاجة. اما الهشوي دول ماشي يا حبايبي، يعني دول يعتبروا غدايا اني النهارده ان شاء الله باذن الله، كان ليا نصيب. وغسلنا مواعيننا يا حبايبي، وغسلت الحوض، وبعد كده نضفت السمك وغسلت الحوض تاني، والخلاط مطرح ايدي اهو قدام حضراتكم ان شاء الله اللهم بارك. والسكينه والمقص والرخامه كله انغسل يا حبايبي مطرح السمك. حاولي وانت بتنظفي مش تنظفي في الحوض عشان مش يكتملك المواسير. طبق زي ده كده ونطفي فيه اهو قدام حضراتكم اهو. مش عايزه اوريهولكوا قوي يعني عشان الشكل مش لطيف، بس بعرفكي ان انت لازم تحطي حاجه تنظفي فيها البطن السمك يا حبايبي. دي مش سهله، دي لو نزلت في المواسير او في الكوع بتاع الحوض بيكتم الدنيا ويبهدل الدنيا بصراحه، فاحنا في غنى عنه. يلا يا حبايبي نشوف الخطوه الجايه ان شاء الله هنعمل فيها. حبايبي بشويهم في فرن البوتاجاز قدام حضراتكم، الفرن مولع من تحت وشويه مولع من فوق، وسخنت الصاج قوي على الصاج بتاع البوتاجاز، سخنته جامد ورحت حاطه عليهم المشطين قدام حضراتكم. يلا يا حبايبي خلصنا شوية 10 كيلو سمك اللي هم المشطين دول، كل مشط وزنه 5 كيلو. انا بهزر يا حبايبي. ادي شوية الفرن من ناحيتين، الفرن والشوايه يا حبايبي مساعدين بعض. طفيت الفرن ورحت مطلعوهم تحت الشوايه اهو قدام حضراتكم سخنين على ايدي. هنا عملت ايه، ملح فلفل اسمر كمون كزبره ورشه شطه. يلا هنرش عليهم كده وهم سخنين. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا كده يا حبايبي الناحيه التانية علشان يبقى كله ايه مملح. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا شر النار وعذابها يا رب. اهو يا حبايبي انا ما ملحتش الرده علشان كده برضو عشان مش يبقى حادق كده قدام حضراتكم. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. مش هطبخ رز، هاقلب عيش بس. يلا نشوف الخطوه اللي جايه. حبايبي احنا كده خلصنا الغدا. دي غدا فرد واحد، وممكن نشط واحد كمان. على فكره النشط مش هيتاكلوا. معانا طبق سلطه حلو اهو، خيار وطماطم، ومعانا السمك، وسخنا العيش البلدي يا حبايبي، ده الطلب طبعا قدام حضراتكم. اتفضلوا تغدوا معانا. اللايك يا حبايبي، المشاهدة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.